السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد حال. النهاردة بقى هنعمل معاكم حاجة حلوة قوي مغذية بجد بجد، للأنيميا حلوة قوي وجميلة وطعمها كمان حلو قوي، وبتشتروها بقى بالشيء الفلاني وبتروحوا تاكلوها في الفنادق في المطاعم. وبصوا مش عايزة اقول لكم طحال بتاع، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. يعني مش عايزة اقول لكم الطحال ده بقى بياخدوه ويعملوه في الفنادق ويعملوه في المطاعم الكبيرة بطريقة حلوة قوي، ويعملوه في السندوتشات ويعملوه كده حاجات جميلة جدا، وكلنا بقى بنبقى رايحين ناكله بقى وايه يا سلام. هعمله لكم بقى في البيت النهارده في السندوتشات زي الشاورما، زي اللهم صل على سيدنا محمد، زي الكبده. يعني بصوا مش عايزه اقول لكم هيبقى شكله ايه وهيبقى طعمه ايه. يعني كان تحفه كده بصراحه. بس المهم في الخطوات الاولانيه ان احنا نجيبه ونغسله جدا جدا بالليمون ونظبطه كده تحت الحنفيه. لو وصلت بقى لحد كده حط لي اللايك وكومنت حلو من ايديك الحلوة ديت يا عسل. وصباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. غسلته تحت الحنفية كده، انا مش هنقعه في ليمون ولا اي حاجة. انا همسك الليمونة اعصرها عليه، ليمونتين حلوين كده اعصرهم، وبعد كده همسك الليمونة اللي عصرتها ادعكها في الجلد بتاع الطحال بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين اهو. يعني انا هخليه متشرب كده من الليمون، وبعد كده هشطفه تحت الحنفية جدا جدا جدا. ماشي حبايب قلبي، مش هنقع ولا اي حاجة لان هو كده كده هيتقشر الجلد اللي عليه. خليكوا بقى معايا، اوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حتة. تعبت بصراحة، تعبت وعايزة ألاقي نتيجة. حطوا اللايك. هنا بقى غليت المية ومش هحط في المية أي حاجة. عايزة تحطي عايزة تحطي في المية أي حاجة، شوية من الكمون شوية من أي حاجة حطي، بس أنا مش هحط حاجة. وكمان كل ما يعمل ريم كده هشيله. طبعا المية هتتكب كده كده مفيش شوربة ولا حاجة، بس برضه علشان النظافة، عشان طول ما هو بيستوي كده الريم ده ما يمسكش فيه ولا اي حاجة. كده بقى غسلناه وحطيناه على النار زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. وكده بقى بعد ما طلع من النار هنقشره بعد ما استوى خالص وبقى حلو معانا. لازم تسويه جامد جامد جامد. سويته كويس جدا وقمت ايه جايباه قدامكم كده، استنيت لما برد شوية علشان اعرف آه اتحكم فيه. هو انا بقشره كده، اقشر الجلد بتاعه كله، امسك الحتت برضو الزيادة اللي هي إيه شبه الجلد برضو اللي في الجنب دي، اقشرها حلو. المهم ان انا اقشره حلو واظبطه كده زي ما انتوا شايفين. وجبت كمان المقص وقعدت اقصقص في الحتت اللي هي ايه الزيادة اللي مش راضية تطلع معايا ديت اهي. بس انا قشرته كله وريتكم القشر اهوت قدامكم. حبايب قلبي حطوا له اللايك بالله عليكم، لان اللايك ده بيسعدني والكومنت الحلو بيفرح قلبي. ربنا يفرح قلوبكم يا رب. كده بقى بصوا خليته زي الفل. هجيب بقى السكينة واقطعه كده. لو ما عرفتيش تقطعي بالسكينة هات المقص زي ما انا جبت كده وقصقصيه شرايح طويلة كده زي الشاورما. بس كده انا قطعته شرايح كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. حلو قوي للاطفال بصراحة يا جماعة، بيعالج الانيميا وفي فيتامين حلو. مش متقولوش بقى كده. يعني بصوا مش عايزة اقول لكم هو مغذي قد ايه.
انتوا عارفين، واسألوا كمان هتلاقوه مغذي جدا جدا للأنيميا، زي الكبدة بالظبط يا جماعة، زي الكبدة. هنا بسم الله ما شاء الله رمى معانا شرايح حلوة اهي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هنيجي بقى على النار، على البوتاجاز، يعني على البوتاجاز. ايوه كده. هنحط شوية كده من الزيت، وهنحط معلقة من الزبدة، ماشي، عشان حبة الزبدة كده يعني ايه، عشان الزيت كده ما يحرقش الزبدة، يعني خلي الزبدة ما تتحرقش معاكي. هتنزلي بقى بشرايح الطحال كده، وترشي بقى شوية من الفلفل كده وانت بتحمريه. هو بيبقى غامق كده، ما بيبقاش احمر يعني زي الفراخ وزي الحاجات دي، لا هو بيبقى لونه اصلا كده مش محروق ولا حاجة. واخدين بالكم معايا؟ جبنا هنا بقى شوية بطاطس متحمرين كده، ورشينا شوية من الفلفل وشوية من الملح عليه كده. وجبنا السندوتش بقى عملناه زي الجيب كده يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده. حطينا بقى شرايح ايه، حطينا فلفل اخضر وطماطم وخيار وبطاطس وشطة بقى حراقة، عايزة شطة باردة حطي زي ما انت شايفة. والعود الخضرة الحلو ده، عايزة تحطي جرجير حطي، عايزة تحطي خس حطي، اي حاجة انت بتحبيها حطيها. تعملي سندوتش كده لولادك حلو كده مغذي. والاطفال طبعا بتحب الحاجات النواشف اللي هي ايه، بتاعت بره دي يا جماعة، بتاعت بره دي. كلنا بنحب الحاجات اللي بره، بس انا للاسف مش بحب الحاجات اللي بره. وحطينا بقى شوية من الطحينة كده بعد ما خلصنا السندوتشات بتاعتنا، وفي طبق ما شاء الله معانا هو كمان، لو حبينا نعمل تاني او حبينا ناكله كده. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله.